السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا. اهلا بكم في فيديو جديد، واهلا بكل حبايبي اللي شرفوني جديد. تعالوا بقى عيشوا معايا النهارده يوم حلو قوي كده وخفيف، وان شاء الله يعجبكم. كل الناس اللي بتحب حد يجي لها في البيت زيارة او حد كده يفاجئها ويجي لها بيتها تتابع معايا الفيديو النهارده، هيعجبكم جدا. بما اننا في اجازه جالي النهارده تليفون من حبيبه قلبي، قالت لي ان هي جايه تقعد معايا شويه. الاول بس كده كنت عايزه اوريكم الصينيه دي عشان كان حد طلب مني ان انا اصورها. ده بيكون طقم 3 صواني، وده اصغر حجم فيها. تمام كده، هي بتبقى حلوه جدا وفي الاستخدام عمليه قوي. والورد اللي فيها ده مش بيقشر ولا بيطلع ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه لما بغسلها بسبونشه ناعمه وبنشفها على طول. المهم هي هنا كانت لسه واصله وقالت لي كده عايزين نشرب فنجانين قهوه باللبن من ايدي، فعملتهم طبعا على طول. انا بحب جدا يعني اللي يجي اساله يحب تشرب ايه، مش بحب افرض على حد حاجه. وطبعا كل اللي بيجي بيكون صاحب بيت، فما فيش مجال للاحراج او الكسوف وكده. فاللي بيجي بساله انت تحب تشرب ايه، طب اعمل لك ايه، حاجه يكون هو حاببها حابب يشربها، عشان ما احطش اي حاجه وخلاص وهو يكون مثلا ملوش نفس ليها او مش عايزها. المهم بقى عملت كده القهوه باللبن دي، وبحب كده اقدم مع القهوه اي حاجه مسكره، بونبوني، مثلا كيك، بسكوت، اي حاجه تكون مسكره، عشان انتوا عارفين ان انا القهوه بتتعبني شويه، فبحب احط معاها كده حاجه مسكره. ممكن حد يستغرب دلوقتي ايه دخلنا على ملايه السرير، بس انا فيها طبع كده هقول لكم عليه، ان انا لما بيكون حد جايب لي هديه بحب اوري له ان انا بستخدمها. فالملايه دي كانت هي اللي جايبها لي هديه قبل كده، فانا لما عرفت ان هي جايه لي دخلت فرشتها، وان انا عايزه اوريها لها ان انا فرشاها وان انا بستخدمها وان هي عاجباني وكده. فانا بحب الطريقه دي قوي، ان انا لما اجيب هديه لحد بحب اشوف هو بيستخدمها او ان هو فرحان بيها او ان هو حاجه مفيده بالنسبه له. فانا فرشتها كده، واول ما هي جت قلت لها تعالي بصي بقى الملايه اللي انت جايباها لي اهي، فرشاها وشكلها جميل على السرير ازاي، وبجد عجباني قوي. بحس ان انا كده بشكرها بطريقه خاصه، اي حد بيجيب لي اي هديه بوريله ان انا بستخدمها. فمش عارفه بقى كله بيعمل زي كده ولا انا بس اللي بعمل كده. المهم بقى طبعا كده كنت كمان عايزه اوريها لكم انتوا كمان، ملايه السرير كده اللي هي جايبها لي بصراحه حلوه جدا، وغسلتها قبل كده على فكره، والوانها ما شاء الله زي ما هي، وخامتها تحفه. هنا بعد ما كنا قعدنا شويه وحكينا شويتين تلاتة، قلت لها بقى تعالي كده نعمل عشاء سريع. هعمل كفته ونعمل سندوتشات كده سريعه ونتعشى مع بعض، احنا في الصيف والجو حار مش محتاج بقى اكلات تقيله وكده. فقلت اعمل كده كفته على السريع، ضربت كده بصلايه حلوه في الكبه، وبعدين حطيت عليها اللحمه المفرومه، وكنت حاطه هنا بقى التوابل اللي هي خلطه الكفته بتاعت كنور دي، حلوه جدا بتعمل ريحه حلوه قوي للكفته وقوام حلو. ومش بحط توابل كتير بقى معاها، يا دوب بس بحط شويه فلفل اسمر، مش بحط ملح، فلفل اسمر وشويه بصل بودر وتوم بودر وخلاص على كده مع خلطه الكفته. وبضربهم في الكبه مع بعض كويس جدا، مش بحط في طبق وافضل مثلا اعملهم بايدي، لا بعملهم بالكبه بحيث ان هي تتجانس كلها مع بعض، الكفته مع البصل مع التوابل، وتبقى كلها كده حاجه واحده. وكمان الكفته لما تيجي تتشكل ما تفكش مني ولا تبقى مفروله ولا اي حاجه خالص. في حاجه نسيت اقول لكم عليها، ان انا لما بفرم البصله باحطها كده وبعصرها، باخد منها الميه بتاعتها عشان وانا بشكل الكفته بحط ايدي كده في ميه البصل وباخد منها قطعه الكفته واشكلها. لما بيكون عندي صلصه بحط كمان معلقه صلصه ومعلقه زيت على ميه البصل، بس اليوم ده انا ما حطيتش، ما كانش عندي صلصه، فشكلتها بس كده بميه البصل. وبشكل بقى زي ما انتوا عايزين بقى، تشكيليها صوابع تشكيليها كور زي ما انت عايزه. كمان انا بحب احطها كده في صينيه ما تلزقش، صينيه تيفال او سيراميك اي حاجه ما تلزقش، عشان برضو الكفته ما تلزقش ولا تفك مني ولا تفرول ولا اي حاجه خالص. في كذا طريقه للتسويه، في ناس بتحطها زي ما هي كده، انا شكلتها صوابع، وفي ناس بتحطها في الفرن على طول، في ناس بتديها صدمه الاول على البوتاجاز على العين يعني، وبعدين تدخلها الفرن، في ناس بتسويها كلها على البوتاجاز وتحط لها شويه ميه. انا بصراحه بعملها يعني بديها الاول صدمه كده على البوتاجاز، يعني تاخد لون كده من ناحيتين، وبعدين بهدي عليها النار خالص وبدخلها بقى الفرن. بصوا كده الصوت ده. انا مهم جدا عندي اي لحوم او فراخ او اي حاجه، يعني لحوم عامه لازم تاخد صدمه معايا على النار. فاديتها صدمه كده، بصوا هقلبها كده على الناحيتين، هي كده على فكره كانت مسكت نفسها مش هتفك خالص ما دام خدت الصدمه كويس. وبقلبها كده على كل ناحيه تاخد لون كويس، وبعدين بقى بدخلها الفرن عشان تاخد معايا اللون الاخير ده ويبقى كلها لون واحد. وتسويتها كمان حلو قوي، تسويه الفرن بتكون تحفه. ساعات بقى لما يكون عندي فحم كده بحط كده فحمية وترشها كده بالزيت، بتعمل ريحة بقى اللي هو كفتة الحياتي والريحة الحلوة اللي بنشمها بره دي. بس اليوم ده ما كانش عندي فحم فكانت تمام والله، كانت حلوة جدا. وتسوية الفرن نفسها بتدي ريحة حلوة قوي وكانت تحفة.
حمرت كده كمان جنبها بطاطس، وعملت طحينه لان الكفته لازم معاها طحينه طبعا، وقرنين فلفل لان انا وهي بنحب الحامي. وكانت الاكله تحفه والله، واتبسطنا قوي على قد ما هي بسيطه، بس بجد كانت حلوه جدا. واليوم كان خفيف قوي قوي على قلبي واتبسطت فيه جدا. يا رب يكون اليوم عجبكم واتبسطتوا فيه زي ما انا كنت مبسوطه اليوم ده. استنوني بقى الفيديو الجاي، ما تنسوش اللايك واشتراك في القناه وتعليق باي حاجه انتوا عايزين تقولوها لي. استنوني في فيديو جديد، مع الف سلامه حبايب قلبي في حفظ الله.